اهلا وسهلا الاحباب، اهلا وسهلا المتتبعات الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه ان شاء الله، باش ما تمنيتو بالهنا وراحة البال. الكبيدات ديالي بديت معكم الروتين من الصباح، كنبدل لوليداتي الحويجات ديالهم، رديتهم البنات هكا، غسلت ليهم النصيص ديالهم بمياه سخونه والصابونيه د الحجره. هيثم راني بدلت له هو الاول راه جالس كيجري، ودابا كنبدل الايمن حتى هو غسلت ليها البنات، ولكن لقيتو شويه بحال طايب. غادي نلبسو هكا داك السولوبيط بلا ما زعما بلا ما ندير له ليكوش، ولكن قلت ما غاديش نديرو داك السلوبيط غادي يعذبو، درت له غير سريويل في الاخر، لبستو غير سريويل وصافي. درت له واحد الزويته روميه ديال الطياب. هادشي اللي كاين الكبيدات اليوم. الروتين ان شاء الله غادي يبدا معكم من الصباح حتى العشيه، حتى شنو درت ان شاء الله بحول الله. المهم الحباب ديالي، كما كنقولوا درت لكم فيديو عادي، سديت الموضوع وطوينا الصفحه، ولكن كما كنقولوا من كطيح البقره كيكثروا الجناوي. فهادوك انا كنهضر، انا دابا كما كيقولوا كنهضر مع المتتبعات دياولي، اللي تيبغيوني، متتبعاتي اللي كيفاش غادي نقولوا، اللي معايا من الاول، المتتبعات اللي كيهضروا بحق، ماشي هادوك اللي مساكن كما كنقولوا لقاو فرصه فاش انهم يبينوا الحقد والغل ديالهم فاستغلوها. فاقول لكم من هذا المنبر و كما كنقولوا عبروا كما شئتم. هادشي اللي غادي نقول لكم، عبروا كيف بغيتوا، لكم حريه وواسع النظر. انتي استغلاليه، سمحي لي اختي لحد هنا، وغنقول لك سمحي لي وستوب بهاد الهضره ديالك، لان انا ماشي استغلاليه. واش انا هاد الانسانه، هاد السيده نجوى، واش انايا استغليتك كنت كنقول لها لا ما جيتيش قضيتي لي، واش ما غاديش نحطك في المنتدى او لا ما غاديش ندعمك؟ واش هاد الانسانه كنت كنقول لها شوفي راه خصك ضروري تجي تقضي ليا؟ شوفوا البنات، 4 المرات الماكسيموم، 4 ديال المرات اللي كانت جات قضات ليا، 4 ديال المرات. وهاد 4 المرات راه هي تتقولها وتتعاودها بفمها ان خيري سابق عليها وخيرها سابق عليا، وحنا ما كنتحاسبوش. انا ما كنتش واخدها انها كما كنقولوا عشره مصلحه او لا عشره مثلا نهار ولا يومين. كنت واخدها عشره مصلحه كانت غتسالي عشره مصلحه، يعني كما كنقولوا صداقه مصلحه، ما غاديش نكمل، ما غاديش نطول، هي لقينا الدعم ويسالينا. ولكن انا اعتبرتها عشره كما كنقولوا عشره سنين، عشره انه نبقاو مع بعضياتنا حتى كما كنقولوا حتى نشرفوا. ولكن ما كتابش. انا ماشي استغلاليه، وحاشا ولله ما عمرني استغليت شي حد، وما عمرني غادي نستغل شي حد. انا فتحت معكم هاد الكلمه ما بين قوسين باش تفهموا. راه اللي بغات تفهم يا تبارك الله، واللي ما بغاش تفهم الله يسهل عليها. شغل هذاك تكتب اللي عجبها، راه حتى شي كومونتير ما كيزعزع فيا شي حاجه. اسرائيل كتلعب قدام الباب. راه هذا الكومونتيرات البنات راه كل واحد وكيعرف الاصل وكيعرف المعدن ديالو، راه حتى شي حاجه ما كتزعزع فيا شي حاجه، الحمد لله، لانني عارفه اش راسي. ما كنت كنستغل حد، ما كنت واش اجي نقول لكم غير باش تفهموا. واش نجوى كنت كنعرفها من البدايات ديالي باش انني غادي نستغلها؟ نجوى تلاقيت فيها انا ويا واحد البيريود عام تقريبا 4 المرات اللي جات عاوناتني، حيتاش كنت مريضه او لا كيكونوا مراد ليا الدراري كتجي عادي بحال عاونات اختها، وتا انا كندير معاها الواجب اكثر من اختها، وهي راه عارفه وانا عارفه. سمعتوني؟ ما كاين لا استغلال، ما كاين لا باغا نستعبدها. كل تبارك الله كل وحده في دويرتها وخيرها وبرزقها. كنا مجموعين غير على هذاك الضحكه وداك النشاط وداك الجمع الزوين. ولكن ملي ما كتابش وانها قررت تسد عليا، قلت لي لا راه تكون في حاله اكتئاب. الاكتئاب اللي دزت منه انا ما دوزش منه شي وحده. الاكتئاب اللي دوزت انا وكنت كنجاوب تليفون، وما كنت كنسد على شي واحد، وكنت كنقرا الميساجات، وكنت كنجاوب الناس، وكندير الصواب مع كل واحد. ولكن باش تقولوا لي هذه، نقولوا البنات عندها اكتئاب وجهها اكتئاب، يلا حكموا. انا فاش مشيت عندها قلت هاجر التمس لها 166 عذر. انا ديك الهضره ديال انها ما عاونتنيش في الرحيل غير كي قلت لكم جابتها كما كنقولوا الهضره. انا ما منتظره واش نجوى عاد نعرفها اليوم ترحل معايا، راه ماشي عاد اليوم غنرحل، راه 6 ولا 8 د الرحيلات هادو اللي كنرحلهم بوحديتي ومعتمده على راسي. واش انا عرفتوني بنجوى؟ انا ما عرفتونيش بنجوى، راه انا اللي عرفتكم على نجوى، وعادي ما فيها حتى شي حاجه. بالعكس كنت في كل فيديو كنقول لكم البنات دخلوا عند نجوى، البنات عاونوا لي اختي نجوى، لانني كنت اعتبرتها اختي، راه ما عتبرتهاش شي وحده اللي بعيده مني ولا، ودرت معاها المستحيل وربي راه شاهد فوق مني. ولكن نتوما ملي طلبتوا مني كتوضيح قلت لكم نجوى ما بقاتش باغا. انا
انا كنهضر على راسي، ما بقيتش باغا واحد الانسانه غنجي انا هادشي اللي درني في خاطري. نجوى غتجي وتقول لي هاجر اختي راني حقا ما بقيتش باغا، راني مثلا شفت شي حاجه، راني مثلا هذه اختي هاجر حقا خلينا هكايا صحابات وكل واحد يشد الثقه وصات عن، اما باش ما تبقاش تجاوب عليا باليومين بالثلاث ايام وما مولفاهاش منها صعيبه، راه صعيبه ماشي. انا هضرت حليت الفيديو هضرت معاكم داكشي اللي في قلبي واللي حسيت به. راه حتى شي حد ما معول على شي حد من غير الله سبحانه وتعالى. عاوناتني وعاونتها حتى هي وقفات معايا، انا ما نسيتش، انا ما عايرتهاش. واش انا عايرت نجوى سبيتها قلت فيها شي حاجه اللي ما كاينش؟ انا عاودت لكم شنو كاين. ولهذا دوك القلوب الحاقده الحاسده فاقول لكم من هذا المنبر حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حيت كتدخلوا بخيط اسود كما كنقولوا انا ونجوى. راه لحد الان ما بيناتنا الا كما كنقولوا الخير والاحسان. تنهضر معها تهضر معايا، ديك النهار فاش مشيت لدارنا هضرات معايا، انا فاش مرض راجلها سولتها كيبقى راه، ولكن المشيان راه ما بقاش صافي، كله الظروف وكل واحد كما كنقولوا مقاتل مع زمانه ومع وقته، ما بقاتش ديك العلاقه كيف ما كانت. فجدينا كما كنقولوا تيقارنا، قلنا شفنا شي حاجه كتسول فيا، شفت انا شي حاجه كنسول فيها والصلاه على النبي. اما باش تبقاوش تخلقوا الفتنه وتسموني انا اللي خايبه ما مزياناش، انا غير خلصني الله، والله اللي عالم شنو في قلبي، والله اللي عالم شنو في قلوبكم، والله اللي عالم شنو في قلبها هي. اما باش تبقاو ديروا ديك الفتنه باش انها تنوضوا ندابز ولا نتعايروا، انا ما عندي باش نعاير نجوى، وهي كذلك ما عندها باش تعايرني، وما عندنا باش نتقابلوا وما عندنا باش نتقابحوا، وهذا الشيء راه ماشي ديالي. وانا عمرني ما هضرت على شي وحده ولا شي صديقه بانت معايا ملي كتغيب، ما عمرني هضرت عليها. واخا كتسولوني كندير راسي ما شفتش الكومونتيرات وكنكمل في طريقي، ولكن بالمعزه اللي حسيت بها نجوى جاوبتكم، قلت لكم ها شنو وقع وها شنو وقع. نجوى سدات عليا ما بقاتش بغات تجاوبني، وانا ما عجبنيش الحال حيت ما مولفاهاش منها. ومشيت عندها وقلت لها نجوى هاد الشيء، وحطات هي اللي عندها وحطيت انا اللي عندي، وجيت مفشوشه وقلت راه العلاقه عترجع كما كانت وحسن. ولكن واخا هكاك سدات عاوتاني، ما بقاتش باغا تجاوب، ما بقاتش باغا تسولي. لا صيفط لها عاوتاني نفس المشكل وقع، فعطيت ثقه وعطيت اتساع فجاوبتكم. وتنتوما سمعوا الهضره، ماشي جديتو في هضره باغا نستغلها، اش نستغل فيها؟ ها واش كاين شي حد كيستغل شي حد في هذا الوقت؟ حاشا ولله، ما عمرني نويت تنستغل شي حد. وزيدون كنا نهضروا حنا ملي كتجي شي وحده تتعاون وحده اخرى، راه هذيك كتسمى اختها، انا حاسبها اختي وهي كذلك، ما كاين لا هذه ولا ديك. بحال دابا انا خالتي كريمه مسكينه اللي دابا 10 ايام وهي مليوحه في السبيطار، لا حنين لا رحيم. ها هذيك عاوتاني كتستغني، كنمشي عندها في الصباح وكنمشي عندها في عشيه، ولكن هادشي ما تنجيش نقول لكم انايا في القناه. عرفتوا علاش؟ حيتاش ماشي غرضي انني نبين لكم باللي انا رانا مثلا كندير الصواب ولا مثلا كندير المزيان، لا. هذيك السيده حاسبها بحال امي وما حداهاش بنياتها ياكو، وكتشوفيها كتقطع قدامك مليوحه في السبيطار. حتى شي حد ما تيعقل عليها وحتى شي حد ما كيسول فيها. واش انا مثلا بيني وبين نجوى هادشي جامعنا؟ انا كانت كتجي كنقول لها نجوى صوري فيديو لعل وعسى هذا الفيديو يطلع ويوصل لك القناه وتوصلي حتى نتيا والقناه ديالك تبان ويعرفوك الناس، حيتاش ما كنتش ناويه شي حاجه اللي خايبه وما كنتش ناويه في نيتي، ولكن كل واحد وكيخلصوا الله. خالتي كريمه مسكينه 10 ايام وهي مليوحه في السبيطار كتموت، ما بين الموت والحياه هزوها غير الجيران داوها للسبيطار. تنهضر معاها تتبكي، كتقولي لا بنتي انتي بوليداتك ما تجيش عندي. كنقول لها اسكتي، ما تقوليش ما تجيش عندي، انتي راكي امي، انتي راكي خالتي، انتي راكي صاحبتي لينا وجرينا. واش حنا دابا عاد نخرجوا للعيب؟ انا راه ما تنجيش نجي نتمسكن عليكم ولا نبين لكم باللي راه انا مظلومه ولا انا لا، ما كنقول لكمش. هذيك الانسان انا اعتبرتها اختي وصاحبتي وما عرفتش فين المكانه اللي حطيتها فيها، ما عمرني حطيت فيها شي وحده. وملي جيت قلت لكم ها شنو وقع ما عجبهاش الحال وما عجبكمش الحال، فولكم واسع النظر، كتبوا اللي عجبكم وقولوا اللي عجبكم، كيبقى لكم كما كنقولوا اللي بغيتو. خالتي كريمه كنقول لك الله يشافيك، المتتبعات دياولي العزاز دعوا مع خالتي كريمه، راه كتبات مسكينه كومونطير قالت لي يا بنتي واخا الموت فيا مازال مسكينه ما عرفتش حتى شنو عندها، كيشدها واحد الوجع اللي قاتل وما يمكنلاش، راه مازال مسكينه مليوحه في السبيطار. تنمشي نطلع عليها في الصباح وندي لها هكا شي حاجه ونولي تاني في العشيه، حتى هذا كيتعتبر استغلال. لا حنا راه ما ملاقيينش على مصلحه، انا ما كنتلاقاش مع شي وحده على مصلحه، حيتاش الحمد لله قناتي ما كبرتها حتى شي وحده، وقناتي ما وصلتها حتى بشي وحده، وما تعايرت حتى مع شي وحده، وما مشيت حتى عند شي وحده باش تطلعها لي. قناتي طلعت بالله سبحانه وتعالى، وتا انا لا عاونت كنعاون لوجه الله، نجوى عاونتها لوجه الله وحيت بغيتها.
نجوى معاهم حتى كون كان دعم غنقول لها شوف اختي نجوى انتي باغا الدعم وانا باغا الفلوس، عطيني الفلوس هاكي، هذه تسمى مصلحه، ولكن انا ابدا والله شاهد عليا وغيخلصني ويوم القيامه غنتلاقى انا وياه. هذه اختي جابها لي الله حدايا، ما كاين لا هذه لا ديك. كنت ما عرفت شنو ندير معاها، حتى هي كذلك كيف قلت لكم كانت علاقتنا من اجمل العلاقات، ولكن انتهت بواحد كما كنقولوا واحد البروده وواحد البساطه اللي بقات فيا انا. ماشي مشكل، ماشي مشكل، انا ماشي جيت جاوبتكم لان راجلها في هاد الظروف او لا راجلها في هاد الله يشافيه والله يعافيه. يونس خويا عزيز عليا وما عمرني شفت منه حتى كلمه العيب، الله يشافيه والله يعافيه. اما تقولوا لي مشي سيري عندها البنات، ما نقدرش نمشي عندها ونجبد على راسي الصداع، فكل واحد شد تيقارو، هي كتسول فيا لا شافت شي حاجه في التليفون وانا كذلك سولت فيها وسولت في راجلها. الله يجيب لها التيسير، الله يشافيه ويعافيه ويبعد منه ولاد الحرام، والله يغلبها على الزمان ويغلب علينا الزمان. اما باش تبقاو تخلقوا الفتنه، انا بالنسبه لي ومن عندي ما عندكم فين توصلوا، ما عندكم فين تدخلوا، حيتاش علاقه كانت زوينه وسالينها كما كنقولوا هذا ما عايرتها ما سبيتها ما قلت حتى حاجه، قلت لكم نجواها شنو في الاخر طلعت هي باغا غير الدعم وسلام. كما كانتش مثلا كان بيناتنا جامعنا غير دعم، بالنسبه لي تجي وتقول لي اختي هاجر انا وياك ها شنو الله يعطيك السر، انا مثلا خليني في الثقه انا مثلا، ولكن لا، بداتها بانها تتقطع عليا تليفون، بداتها بانها ما تتجاوبنيش، وماشي غير انا اللي قلتها، راه خالتي كريمه متجاوبه ب3 ايام ب4 ايام. فلهذا الخوت والحباب لكم واسع النظر، كتبوا اللي عجبكم موضوع سديته وما عندنا لاش نكثروا في الهضره حيت ما كاينلاش. هذيك السيده ما جبتها بعيد ما قربتها، وهي كذلك ما جبدتني العيب ما سمعت منها عيب، علاقتنا سالات وسطوب، سولتوني جاوبتكم، الصلاه على النبي، الله يدير اللي فيها الخير والله يسهل على كل واحد، وهذا الشيء اللي كاين وموضوع سديته، الله يجيب تيسير لكل واحد، وهذا الشيء اللي كاين. المهم الحباب هنايا راه كانت جات عندي لوستي ودرت كسكروط كيف وريتكم، درت الحريره ودرت هكا مليويات كانوا عندي في الفريغو، بيتزا كانت عندي حتى هي في الفريغو لي باط درتهم البنات في الفريغو. عمرت غير ديك البيتزات وحطيتهم وحطيت داكشي اللي قسم الله في كسكروط. وهنا من بعد ما مشات جا زكريا شد ليا الدراري ونط كنجمع الدنيا باش تصبح ليا نقيه، ما تصبحش كيف ما يعني كما كنقولوا حالتها حاله والدنيا ما فيها ما يتشاف الا. جمعتها غسلت المعينات طربت كل حاجه في بلاصتها باش المعينات هما يصبحوا مسقطرين، اللي غتستف واللي هذا كنت غادي نعكز وليت قلت لا نوض يا هاجر لا عكستي غيصبحوا الماعن ملصقين وغيصبحوا هاد الماعن كما كنقولوا ما كيبغيوش البنات حتى يديروا، واخا تتفزقيهم في لافابو ترى تيصبحوا كيقول لك ما مزيانش، كتقول لي خالتي كريمه بنتي ما مزيانش تخلي الماعن في لافابو واخا تنعيا واخا ما عرفت شنو. المهم الكبيدات هنايا راني صافي غسلت المعينات غسلت الماعن وصافي كملت هنايا الدنيا غادي ندوز هكايا الطابع على الدار كامله، راكم شفتوا دوزتها وندوز هنايا شفاف في الكوزينه، غادي تصبح ليا الدنيا نقيه وتصبح الدنيا ماشي كيف ما حالتها حاله والدنيا مرونه. وراكم عارفين فاش كتفيقي راكي خصك ما شاء الله تقابلي الوليدات ديري الغدا بحال دابا انا البارحه هادشي البنات دابا اليوم اصبحت هكايا وجدت الغديوه ديالي ونجمع داري ونقاد المسائل، ماشي بحال كتصبح روينه فوق روينه كدوري في بلاصتك ما عارفه شنو غادي تجمعي. فلهذا اللهم الانسان كما كيقولوا ينضي اموره في الليل ويقاد مسائله، ما تخلي حتى شي حاجه هكايا في الصباح كتصبح الدنيا نقيه كيبان لك شنو غادي ديري الفطور ديالك توجدي الغدا وصافي. هادشي اللي كاين الكبيدات. كنتمنى يعجبكم لا فيديو ديالي وما تنساونيش من لي لايك ومن لي جيم ومن كومونتير والهلا خطيكم عليا وراكم عزازو في القلب رغم كل شيء، كنتقبل منكم الزوين والخايب. هادشي علاش الحباب كنجاوبكم وكندير معكم فيديوهات والاستمراريه دائما باذن الله الى حيانا الله، وراكم عزاز وفي القلب والهلا خطيكم عليا. صافي البنات هنا حتى البوطه ديالي دوزت عليها واحد المسحه باش هكا تبقى نقيه وتصبح حتى هي نقيه وصافي. هنا كنت ساليت المعينات ديالي الدنيا نقيه الكوزينه المهم صبحات كما كنقولوا ناضيه ما فيها حتى حاجه، حتى النفسيه ديالك تصبح مرتاحه وتيبان لك الشقه وشنو غديري. وهذا الشيء اللي كاين الحباب. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. الحريره الكبيدات اللي كانت باقا ليا غادي تبقى بزاف غادي تخسر، غادي نحيد ندير في الشبانه ونخليو غير اللي غنشربوا واللي نعشي بها الدراري وصافي. هذا الشيء اللي كاين الكبيدات. كنتمنى يعجبكم لا فيديو وكنتمنى تقبلوا المرور ديالي والهلا يخطيكم عليا راكم عزازو في القلب. شكرا لكم بزاف وهنا كنوريكم الدنيا وبسلام عليكم في فيديو قادم.